لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معايا موضوع النهاردة عايز اكلمكم فيه للناس الرايقة الهاوية بقى التعديلات واللي بيحبوا يعلوا من اداء عربياتهم وكده، واقول لكم على ابسط الطرق وارخصها واسهلها برضو للناس اللي هاوية الحبة المواضيع دي يعني. بس الاول عايز اقول للناس اللي اول مره تدخل على القناه عندي يا ريت نشترك ونفعل الجرس، والناس المشتركه يا ريت برضو نفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت يا جماعه ما ننساش اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات عشان نقدر نطور من المحتوى ونقدم لكم فيديوهات افضل. النهارده موضوعنا هنتكلم عن التعديل اللي هو بيقولوا عنه اللي هو ستيج 1. في ناس بتقول عنه ان هو التعديل اللي هو ابسط حاجة كبداية. لو انت عايز تحسن من اداء موتور عربيتك بشكل بسيط ورخيص في نفس الوقت، وما يضرش العربية، وفي نفس الوقت تكلفته مش عالية. وده يعني زي ما احنا عارفين طبعا دورة الاحتراق بتاعة الموتور بتكون طبعا عن طريق اختلاط جزيئات الهواء مع جزيئات البنزين، هو بنسبة 1 ل 16 تقريبا. وده بيكون طبعا في حساس في العربية في بعض السيارات اللي هو الإرماس. ده اللي هو بيكون راكب في بعض العربيات الياباني على، وبعض العربيات الألماني برضو بيكون راكب على العلبة بتاعة الهواء، في الماسورة بتاعة علبة الهواء بالظبط. وده اللي هو بيقيس نسبة الهواء اللي داخلة للعربية. وده بيكون بعديه فلتر الهواء وبعديه البوابة والطريقة اللي هو بيشتغل بيها يعني. بتيجي بقى في عربيات تانية زي العربيات الكوري. معظم العربيات الكوري المواتير الام بي اي والجي دي اي بيكون الحساس ده موجود في البوابة نفسها، فما ما بتلاقي اللي هي الفلتر بتاعها او علبة الهواء بتاعتها او عمة الهواء زي ما بنسميها. بيكون الماسورة بس داخلة على العلبة، ما فيهاش حساس من فوق. فاحنا النهاردة هنتكلم عن ان احنا هنغير الفلتر بتاع الهواء لفلتر رياضي، سواء فلتر ريبليسمنت او فلتر رياضي كامل. وده فكرته بيكون عن طريق انك بتزود كمية الهواء اللي داخله للموتور، وبيكون الهواء برضو درجة حرارته اقل، فده بيعلي من اداء المكنة وكمان بيدي صوت رياضي. طبعا انت لما بتزود الهواء او توسع مخرج العادم ده برضو بيعلي الاداء. فعشان كده الناس بتركب علبة ديفل زي ما بيسموها، او علبة شكمان رياضية، ده عشان تخرج العادم بشكل اريح او شكل مرتاح. وطبعا بتبقى العلبة الى حد ما صوت بس ما بتعليش الاداء قوي، انما عشان تاخد اداء بتبدأ من اول الفرن بتاع الموتور، بتبدأ بقى تعمل اللي هو مواسير ستانلس اوسع بقطر اوسع من اول الفرن لحد، وطبعا معديه بقى بعلبة البيئة والكلام ده لحد العلبة الاخرانية. ده عشان تاخد اداء عن طريق اخراج العادم بشكل اوسع وكده، تخلي المكنه مرتاحه اكتر، فتديك اداء افضل يعني. وده كتعديل بدائي يعني كبدايه بس للتعديل. بس احنا النهارده اللي هنتكلم عليه مش على اخراج العادم، لا احنا النهارده هنتكلم عن دخول الهواء، اللي هو زي ما قلنا دخول الهواء عشان يختلط بالبنزين في دورة الاحتراق ويديك الاداء اللي انت عايزه او العربية تتحرك يعني. اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة الفلاتر الرياضية، سواء كانت فلاتر رياضية كاملة اللي هو بيبقى فلتر كامل، وهوريكم شكله دلوقتي. الاول هنشوف شكل الفلتر العادي بتاع العربية. ده فلتر الهواء التقليدي العادي بتاع العربية، وبيختلف شكله طبعا على حسب العربية او على حسب موديل العربية ونوعها. بيكون متوافق مع شكل علبة الهواء. وده او في ناس بتسميها عمة الهواء او علبة دخول الهواء للموتور. وده الفلتر العادي بتاع العربية، بس ده الفلتر الاوريجينال، ده بيبقى جاي من خامات كرتون برضو بس بتبقى انضف شوية. في فلاتر بقى اللي هي البديل ليه بيبقى صيني ومن خامات تعبانة قوي مش بتعيش يعني. ده الفلتر الاوريجينال دلوقتي بقى مكلف جدا. ففي بدايل ليه بتبقى من خامات أردأ شوية من كده ومش بتعيش فترات طويلة. ويفضل ان هو طبعا لو انت مش جايب الاصلي ده ان انت كل 10,000 كيلو ممكن تغيره وتجيب غيره، لان هو التاني الصيني بيبقى مش مكلف، ومش لازم تجيبه الاصلي طالما الاصلي يعني مكلف بالنسبة لك.
او في بقى فلتر اللي هو هنشوفه دلوقتي هيظهر لنا. زي ما انتم شايفين اهو، ده فلتر، ده اسمه فلتر ريبليسمنت، بيكون نفس شكل فلتر الهواء العادي بتاع العربية، نفس التقسيمة بتاعته ونفس الشكل ونفس كل حاجة زي ما احنا شايفين، ولكن الخامة نفسها اللي بيتصنع منها الفلتر او اللي هو الاجزاء اللي بيدخل منها الهواء بتكون من نفس الخامة بتاعت الفلتر السبور او الفلتر الرياضي، فخامة بتعيش مدى الحياة. بيبقى لان الفلتر ده ما بيتغيرش، بيتفك يتغسل ويرجع تاني يتركب. بيزود حوالي 2 هورس باور او 3 هورس باور على حسب برضو قوة المكنة، وكمان بيدخل هواء ابرد للموتور، وفي نفس الوقت بيعلي اداؤه وبيعلي البرفورمانس بتاعه، وعمر طبعا افتراضي زي ما قلنا طويل، وحاجات كتير قوي طول شرحها يعني هتلاقوها مكتوبة على النت، لان هو دايما بتنزل شركة KN الامريكية هي اللي بتنزل الفلاتر الرياضية، اللي هي سواء الرياضية الكاملة او الريبليسمنت اللي هي بتبقى شبه الفلتر الاصلي. ده برضو نوع من انواع التعديل البسيط اللي هيديك حصان او 2 زيادة للعربية، وبرفورمانس احسن، راحة للعربية، صوتها بيبقى اهدى، بتبقى المكنة مرتاحة وهي ماشية، وانت حتى هتحس بصوت رياضي بسيط خالص وانت ماشي، ما يختلفش كتير عن الفلتر العادي بتاعها، ولكن ده افضل طبعا واوفر لانه ما بيتغيرش زي ما قلنا. في بقى لو الناس بقى الرايقه اللي عايزه تعدل بقى وتزود الاداء اكتر شويه، حوالي 4 ل 6 هورس باور، برضو على حسب قوه المكنه وعلى حسب حالتها وحاجات او عوامل كتير يعني. فبتجيب فلتر رياضي كامل زي ده كده. ده فلتر رياضي كامل، ليه بقى اشكال، فيه اللي هو الشكل المشروم، وفي الشكل اللي هو اللي شبه ده كده، وفي شكل بيبقى اطول شويه اقصر شويه، وكل ده طبعا بيختلف على حسب نوعه او وعلى حسب طبعا قوه المكنه. كل ما المكنه تبقى اكبر كل ما بتجيب فلتر رياضي اكبر. بيبقى جاي كده من غير بقى الاجزاء دي. في فلتر طبعا بيبقى جاي لو انت جايب فلتر كان جايب كيت كامل لعربيتك مخصوص، بيبقى جاي معاه بقى الخراطيم والمواسير بتاعتها والحاجات اللي بتتركب عليها. ولو انت بقى جايبه فلتر بتجيب الراس بس بتاعت الفلتر دي، وده اللي دايما بيجي سواء بقى كان دين او سيموتا او ايا كان الماركة. ده برضو بيتغسل وبيتنضف وبيرجع يركب تاني، ما بيتغيرش. ولكن ده بيبقى صوته اعلى، وطبعا صوته مش عالي على طول زي الديفل كده، لا ده صوته عالي مع اللي هو مع الكيك داون، او لما بتحرق على العربية، او لما الRPM بيعلى بيبان الصوت بتاعه، بيديك صوت رياضي. وهنسمعه في الجزء اللي جاي من الفيديو، لان انا هوريكم برضو، استنوا معايا لاخر الفيديو، هوريكم بعد ما ركب الفلتر ده على العربية. وركبته بطريقه سهله. طبعا في بقى شورت اير انتيك، وفي بقى اللونج اير انتيك، او يعني في ليه كذا طريقه بيتركب بيها الفلتر ده. ولكن ابسطهم، او يعني بالنسبه للعربيات الكوري اغلبها مش هيبقى عندهم مشكله، لان هو الماسوره الاصليه بتاعت العربيه، الماسوره اللي داخله على علبه الهواء، بتتفك من علبة الهواء وتشيل الغطا وتحط الفلتر او الراس بتاعت الفلتر دي تركبها مكانها وتربط الكوليه، خلاص كده ركب الفلتر ده. دي ابسط طريقة واسهل طريقة، بس يفضل انك تجيب فلتر اصلي، بلاش الفلاتر الصيني لاي كلام. ده لو انت عايز تعمل التعديل ده تسمع صوت كويس وهتحس ان العربية فاقت معاك اكتر، بيرفورمانس بقى احسن. ممكن تلاقي استهلاك بنزين زاد حاجة بسيطة مش تحس بيها قوي، ولكن هتحس ان العربية ادائها بقى افضل شوية. بالنسبة للعربيات الياباني او اغلب الياباني وبعض العربيات الالماني بيكون الفلتر جاي، بيكون الحساس الارماس زي ما قلنا، ده المكان بتاعه بيكون جاي هنا. وهوريكم برضو الحساس بتاع الارماس، ده الحساس بتاع الارماس اهو. ده بيختلف شكله بقى من على حسب نوع العربية، بس ده في معظم الالماني والياباني بيكون جاي على الماسورة بتاع اللي داخلة على علبة الهواء. بيبقى راكب هنا كده زي ما احنا شايفين. هي دي الماسوره الاصليه بتاعت العربيه، بس دي طبعا بتكون جزء من العلبه، بس انا اللي معدلها يعني. في بعض العربيات بتكون جايه الماسوره وعليها الماسوره لوحدها، يعني بعيده عن علبه الهواء او قبل علبه الهواء، وبعديها العلبه اللي راكب فيها الفلتر الاصلي. ده برضو بتسهل عليك العمليه، ان انت بتخلعها من العلبه وتخليها زي ما هي وتروح مركب فيها الفلتر التاني، يبقى الموضوع سهل جدا. ولكن في بعض العربيات زي الهوندا سيفيك والتويوتا كرولا وبعض العربيات الالماني بيكون العلبه او الجزء من الماسوره دي داخله، او جزء من الغطا بتاع علبه الهواء، وبيبقى راكب فيها الحساس. فبتضطر ان انت تجيب بقى، لو هتركب فلتر رياضي كامل بتضطر ان انت تجيب كيت كامل للعربيه، يعني بيكون جاي بموديل العربيه، بيكون جاي الفلتر اللي هو الراس بتاعت الفلتر دي، وبيكون جاي معاها الماسوره، بتبقى ماسوره ستانلس او ايا كان، في منها مواسير رابر.
وبتكون جاي فيها كمان اللي هو المكان بتاع الحساس. فانت بتركب الحساس الاصلي بتاعك فيها وبتركبها بقى، وبتبقى شغلانه شويه يعني، لان الموضوع بتفكها من اول البوابه بتاعه الهواء، وبيكون جاي معاها تطويلات، واللي هي الاجزاء المطاطيه الزياده عشان تطولها وتعدل شكلها وتمشيها زي ما انت في اللي هو في الفراغ اللي عندك في العربيه، وتضطر تشيل علبه الهواء بالكامل وتركبها مكانها بالكيت اللي انت مركبها. بتركب الماسوره من اول البوابه، وبعد كده وصولا لحد هنا، لحد الجزء بتاع الحساس، وتركب الحساس. بعد كده بتركب الراس بتاعت الفلتر، وبتبقى كده ركبت كيت كامل للعربية. وفي كيتات بقى بتبقى غالية شوية، بيكون حواليها عازل، يعني بتبقى حواليها جزء كده بيعزلها عشان الهواء السخن وكده. في بقى الفلتر ده ليه جزء تاني، هو ممكن يركب كده من غيره، ممكن يركب بالجزء ده كده. ده فلتر سيموتا اصلي، بيركب عليه الجزء ده كده، دي الكمالة بتاعته. ده برضو بيبقى كيت كامل، وبيركب بعد كده هنا الماسورة اللي هي المطاطية دي، او ايا كان انت بقى الماسورة اللي هتركب عندك هنا، ممكن تكملها مع دورة الهواء بتاعت عربيتك، اللي هو مدخل الهواء اللي داخل العربية. تركب حتة ماسورة، او الماسورة بتاعتها اللي بتبقى جاية مع الكيت ده بتبقى ماسورة مرنة كده، تدخلها على مدخل الهواء بتاع عربيتك الاصلي. وتبقى كده كأنك غيرت العلبة بتاعت الهواء بتاعت العربية بعلبة تانية سبور كاملة معزولة، تخش الهواء من هنا ويطلع، وبعد كده يدخل على الفلتر من هنا، وبعد كده يخش على الحساس، ومنه بعد كده يدخل على بوابة الهواء، وبعد كده يدخل على الموتور، وبعد كده تبدأ عملية الاحتراق الداخلي جوه الموتور، ولكن طبعا بكمية هواء أكبر داخلة من الفلتر الرياضي، والهواء بيبقى أبرد. ساعات ممكن تركب كمان مروحة إضافية بتبقى راكبة في الماسورة بتاعة الفلتر ده، بتخلي الهواء أبرد كمان. ده بيبقى بيديك أداء كويس جدا لما بتبقى كيت كاملة كده، وصوت حلو رياضي قوي. وفي نفس الوقت بيعلي الهورس باور حوالي 4 أو 5 هورس باور، على حسب برضو قوة المكنة وكبرها وحالتها. وده اللي هو التعديل بيكون كبير شويه لو انت هتجيب كيت كامل. انما انت لو انت عايزها حاجه بسيطه، اقول لكم على الطريقه البسيطه. لو انت عربيه تويوتا او تويوتا كرولا او هوندا سيفيك او كده، او العربيه يعني الماسوره جزء من العلبه. انا عملتها بطريقه يعني مبتكره شويه، ولكن يعني بسيطه برضو، مش مكلفه قوي. لان انا لقيت ان انا عشان اجيب الماسوره واركبها واعمل الكلام ده كان هيدخلني في تكلفه كبيره، او عشان اجيب كيت كامله برضو مكلفه قوي. وانا كان عندي الفلتر اصلا، فعشان افكر له في فكره يركب بيها، جبت علبه هواء استيراد قديمه بايظه ما حدش بيستعملها، الغطا بس بتاع علبة الهواء اللي هو فيه الجزء بتاع الماسورة والجزء اللي بيركب فيه الحساس. وحتى جات لي بالحساس بتاعها يعني. وعملت بعد كده قصتها عند بتاع الفايبر، قصتها طلعت منها الماسورة اهي، بقت الماسورة الأصلية اللي هي بتاعت العربية نفسها. وبعد كده بيركب فيها الحساس من هنا. وبعد كده بقى الجزء الرابر المطاطي ده تطويلة عشان دي تركب مع الفلتر نفسه اهو، وكنت تتربط كلها بكوليهات. وبعد كده دي بتدخل عليها، ده الفلتر اهو. بعد كده ده الغطا بيركب من هنا، وهنا بتاخد بقى من مدخل الهواء بتاعك من العربية. او انت بقى ممكن تركبها كده ويبقى هو الفلتر بس، وبياخد الهواء من جوه الحوض عادي. ده المفروض ان هو بيبقى الهواء اسخن شوية، عشان كده يقول لك يفضل انه يتعزل. بس اغلب الناس عشان تسهل على نفسها بتركب الفلتر بس كده وخلاص. لان الموضوع التاني بيبقى مكلف. وده هنا انا ما شلتش حاجه ولا فكيت علبه الهواء من العربيه ولا اي حاجه، مجرد ان انا فكيت الغطا او شلت الغطا بتاعها والفلتر طبعا الاصلي بتاع العربيه، وركبت ده مكانه عشان يبقى سهل عليا ان انا افكه واركبه في اي وقت. بالذات العربيات اللي فيها حساس، لازم وانت بتركب الموضوع ده او انت بتركب فلتر ده تفك كابل البطاريه الارضي عشان الحساس ما يلخبطش في القرايه. وبعد كده تركب الفلتر ده ايا كان الطريقه بقى اللي هتركبه بيها، هتجيب كيت كامل او هتعمل الطريقه اللي انا قلت لك عليها دي، وهنشوفها دلوقتي وانا بركبها في العربيه بطريقه مبسطه وسهله. اهم حاجه هو الموضوع كله، الفكره كلها في انك تجيب العلبه دي
وتقصها، او لو انت عندك طريقه انك تجيب حد تعرفه بيعمل مواسير الستانلس دي، يعمل لك ماسوره بنفس المقاس بنفس الفتحه دي، لو تقدر تعملها. مكلفه شويه بس ده بيكون برضو افضل. وهتركبها على طول مكان الماسوره دي، وتركب عليها الفلتر من الناحيه التانية وتشغله وتجرب بقى الاداء. تعالوا نشوف طريقة التركيب ونرجع لبعض تاني. هنا ادي الفلتر اهو، وراكب فيه الماسورة بتاعت العربية دي، بتاعت عربية هنا، دي عربية هوندا سيفيك اللي هي الاف دي او ال 2008 زي ما بيسموها. دي الماسورة اللي انا قلت لكم عملت لها تعديل وقطعتها من العلبة. هي كانت في غطا علبة زي اللي انا بفك منه الحساس ده، وده الغطا الاصلي بتاع العربية اللي تحتيه فلتر الهواء. دي علبة الهواء كاملة، وهنا راكب الحساس. كان انا بفك الحساس اهو من مكانه. ده الحساس اللي راكب في العربية، ده اللي هو الارماس، وده اللي بيقيس الهواء اللي داخل للموتور عن طريق الفلتر. وهنا انا بفكه واخرجه من مكانه، وبعد كده بفتح العلبة اهو بتاعت الهواء عشان اشيل الفلتر بتاعي واشيل الغطا بس، مش هفك علبة الهواء ولا افك اي حاجة. وهو ده الطريقة السهلة اللي انا بقول لكم عليها، عشان ما يبقاش عندك صعوبة في انك لازم تفك فلتر، تفك العلبة كاملة والكلام ده. وفي عربيات وخاصة الهوندا دي الحوض بتاعها ضيق والمكان، وفك فلتر الهواء شغلانة يعني، بتفك مسامير كتير والمكان بتاعه ضيق، يبقى شغلانة عشان تفكه وتركبه. لو حبيت ترجع السيستم العادي بتاعك او كده هتبقى شغلانة لو فكيت العلبة كاملة. فانا بفك الغطا بس، او التعديل اللي انا عملته ده يخليني افك الغطا بس، واركب الفلتر عن طريق الماسوره اللي انا عدلتها اللي انا وريتها لكم دي، واركب فيها الحساس ده زي ما هنشوف. تابعوا معايا لحد الاخر عشان نشوف الخطوات. هنا انا خرجت الفلتر اهو من مكانه، ومش هفك الفيشه بتاعته خالص عشان ما تلخبطش القرايات بتاعته. انا فاكك كده كده الكابل الارضي زي ما قلت لكم. وبعد كده هبدأ بقى شلت الغطا اهو، وهنبدأ بقى نركب اللي هو الماسورة التانية، وهي راكب فيها الفلتر كده كده، وندخلها ونربط عليها الكوليه زي ما احنا شايفين اهو كده. ده ركبة الماسورة ايه، وبعد كده بظبطها في مكانها، وبعد كده هربط عليها الكوليه بقى من جوه عشان تبقى ماسكة في الماسورة كويس. بعد كده ببدأ اركب الحساس في مكانه في الماسورة اللي انا معدلها، عشان خاطر انا لو ركبت الماسورة الاول وثبتها في مكانها هاجي اركب الحساس هيضايقني بقى، لان المكان ضيق زي ما قلت لكم وهيغلبني على ما يركب. فبركبها الاول واربط المسمارين الصغيرين بتوعها، وبعد كده ابدأ بقى اركب الماسورة واربط عليها الكوليه عشان يمسكوا ببعض في الماسورة اللي داخلة على البوابة. كده خلصت ربط المسامير اهو بتاعت الحساس، وبعد كده دخلت الماسورة في مكانها. هي نفس الماسورة الأصلية اللي كانت في العلبة، أنا قاطعها بس من علبة تانية. فراكبة زي الفابريكا بالظبط، وما شلتش علبة الهواء من مكانها ولا أي حاجة. ولو هنركب بقى بقية الجزء أو بقية الكت دي، هتخلع الماسورة اللي هي المرنة اللي تحت اللي في العلبة دي، وتوصلها على الناحية التانية من الكفر بتاع الفلتر اللي انا وريته لكم في اول الفيديو. بس هتضطر بقى تفك علبة الهواء عشان توسع لنفسك المكان، وده يعني هيخليها تاخد وقت طويل في تركيبها وفي فكها وشغلانة شوية. فانا حبيت ان هي تبقى بسيطة وسهلة وبفكرة بسيطة، وعشان تقدر تفكها وتركبها في اي وقت زي ما انت عايز. وهنا انا بربط المسمار بتاع الكوليه، وجبت مفك طويل عشان اعرف اوصل للحته الضيقه دي، زي ما قلت لكم الاماكن ضيقه قوي. وتربط لحد ما تتاكد انها مسكت، تحركها ما تطلعش معاك، بس ما تربطش زياده قوي عشان ما تقطعش الماسوره، لان الماسوره الطريه اللي جوه دي مرنه. بس تتاكد انها محكومه وما بتتحركش عشان يعني ما تفلتش من مكانها والعربيه ماشيه. وبس كده الفلتر ركب تمام بشكل بسيط وسهل، وتقدر تفكه في اي وقت لو انت حابب. ولو عايز تعمل ريسيت للحساس، ممكن يعني ايه توصل كابل البطارية بعد ما تخلص، واعمل العربية تكة الكونتاكت، وبعد كده افصل كابل البطارية الارضي تاني لمدة 10 دقايق، وبعد كده ركب كابل البطارية وابدأ بقى دور واستنى على الكونتاكت 10 ثواني كده،
وبعد كده ابدأ دور العربية كده، الحساس هيعمل ريست ويبدأ يقرا بقى اللي هي الإشارات الجديدة بتاعت الفلتر الجديد. وفي ناس بقى بتدخلها على كمبيوتر وتغير السيستم وبتاع، بس ده بيبقى تعديل رخم شوية وصعب ومش موجود عندنا، اللي هي السوفت وير اللي بيعدل الحاجات دي غير عند ناس معينة، وبيبقى مكلف جدا يعني. انما ده تعديل بسيط وسهل وتقدر تعمله بإيدك لو انت بتحب الكلام ده يعني. في اماكن برضو بتركبها، بس اختار مكان يكون بيبيع الفلاتر دي عشان بيكونوا هم عارفين بيركبوها ازاي. ونبدأ ندور بقى ونسمع الصوت. فين يا جماعة اهو، نجرب الصوت 100. يلا سلام. زي ما شفنا كده يا جماعة، ركبنا الفلتر في العربية و... وسمعتوك الصوت برضو، بس يعني انا كان عندي مشوار وكنت عايز اتحرك بالعربية، فعشان كده مشيت على طول، ما لحقتش اسجل مدة طويلة يعني. بس بقى صوتها رياضي مع كبس البنزين اللي هو كيك داون، او ان انت بتحرق على العربية، بتسمع صوت رياضي شوية. واداء العربية البرفورمانس برضو بيتحسن شوية، اللي هو التسارع. وكمان العربية بتحس انها فائت كده معاك. استهلاك بنزين ممكن يكون زاد حاجة بسيطة، ولكن الفلتر الريبليسمنت اللي وريته لكم في الاول، اللي هو بيركب مكان الاوريجينال ده، ما بيعليش استهلاك البنزين، بالعكس ده بيخلي العربيه توفر في استهلاك البنزين لانها بتبقى مرتاحه. وبعدين الهواء اللي بيكون داخل بيكون ابرد وداخل بشكل افضل للعربيه. لان هم عاملينه كده، اللي مصنعينه كده من نفس الخامات بتاعت الفلاتر السبور، عشان يعيش معاك مدى الحياه، وعشان كمان في نفس الوقت يديك اداء افضل من الفلتر الاوريجينال بتاع العربيه. فاللي عايز حاجه زي ما قلت لكم، اللي عايز تعديل بسيط او عايز يريح دماغه من تغيير فلتر الهواء بتاع العربيه، يجيب الفلتر اللي هو الريبليسمنت. بيكون غالي شويه لانه فلتر امريكي طبعا، ولكن هيريحك من انك تغير فلتر الهواء ده مدى الحياه، مدى عمر العربيه. لانك بتطلعه كل 5000 كيلو تغسله وتركبه تاني. ممكن تغسله بالمنتجات اللي هي زي كده، اللي هي بتاعت كان دي ان دي. وممكن تعمله يتغسل بميه عادي في البيت، وتنشفه بالسشوار وتركبه تاني عادي، مفيش اي مشكله، ما بيقولش لا يعني. وممكن بقى الناس بقى الرايقه اللي هاويه تعديلات وعايزه تعديل اكبر شويه، وعايزه العربيه يبقى ادائها افضل شويه وصوتها اعلى شويه، لان التاني ما بيديش صوت، اللي هو الفلتر ريبليسمنت، وبيدي اداء افضل بس. اللي عايز صوت اعلى شويه وعايز اداء اعلى شويه بيجيب بقى اللي هو الفلتر اللي هو الرياضي، سواء بقى كانت راس او كيت كامله، او ايا كان ميزانيتك عامله ايه وهتجيب ايه. افضل الانواع في كاند ان وسيموتا، في كذا نوع كده جديد نزلوا، موجودين برضو في السوق كويسين. بس مش متذكر اسامي بقيه الحاجات يعني دلوقتي. بس كده. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش برضو تدعمونا باللايك والشير والكومنت على الفيديوهات، عشان اقدر اطور من المحتوى واقدم لكم فيديوهات اكتر واحسن، ونستفاد من الخبرات بتاعت بعض ونتبادلها مع بعض. وشكرا.